وتتقدم المغرب بأول الأهداف عن طريق هداف في بطولة إفريقيا تحت 23 عام، عن طريق عبد الصمد، عن طريق الزلزولي شهيد الكرة. هنا السلم، هنا مرر، هنا أحبته الكرة، عادت إليه الكرة، سددها بالطريقة الإبداعية، بالطريقة. الزلزولي يتقدم في اليسار، عرضية ترسل خطيرة رأسية، الثاني ومن غيره سفيان. يا سفيان يا سفيان يا سفيان، إنه الشرارة الأولى لكل خطر، إنه المصدر الأول لكل فرح، إنه سفيان رحيم الذي لا يرحم، رحيم الذي لا يرحم. يسجل ثاني أهداف المغرب ويعزز أهدافه إلى 7 أهداف بكرة راسية لا تصد لا ترد في شباك حمزة علاء. يتقدم الأسود تواصل الزئير هنا في ملعب نونت وفي ملعب لابوجوار. الخنوس بلال من غاب عن مباراة إسبانيا لا يغيب عن التهديف هنا في مباراة مصر بهدف ولا أروع، بتسديدة يمينية على يسار الحارس حمزة علاء. تاريخي 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 تاريخي، هذا سفيان تاريخي. نعم، إنه يواصل كتابة الأرقام وتحطيم الأرقام ومواصلة كتابة التاريخ. سفيان رحيمي يسجل الهدف الرابع لمصلحة المنتخب المغربي. عبد الصمد، الزلزولي والتمريرة، سفيان رحيمي والعرضية. عبد الصمد، الزلزولي والتمريرة، سفيان رحيمي والعرضية الخامس. صارت 5. نعم، المنتخب المغربي هنا يسجل 5 الأهداف، والمدافع أكرم نقاش هو من يسجل الهدف الخامس في هذه اللحظة. سجلت، وبأي روعة سجلت، وبأي هدف سجل. كراته تختصر المسافات، أهدافه لا يليق بها إلا أن تكون جميلة، وهنا رائعة من روائع أشرف حكيمي بتسديدة ولا أروع، قوية كانت في شباك حمزة علاء. يسجل أشرف حكيمي الهدف السادس للمنتخب. مشاهدينا الكرام وعشاق الساحرة المستديرة، أينما كنتم مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتي على اليوتيوب فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي تتوصل بكل جديد على قناتنا فاكس برو، قناة مختصة في ملخصات وأهداف كرة القدم فرق وطنية وكذا تحركات محترفين المغاربة. لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك تشجيعا لنا. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، ونلتقي في فيديو جديد ودائما على قناتكم فاكس برو.